حفلة أنيما الأخيرة كلها رموز ماسونية، بس ليه؟ وليه دلوقتي تحديدا؟ يوم الجمعة كان في حفلة تكنو عند الأهرامات لدي جي أنيما الإيطالي. الحفلة دي حرفيا كانت مليانة رموز وحاجات خفية كتير. أول حاجة هنلاحظها من أول اختيار الأهرامات كمكان للحفلة أصلا هي إن في أضواء على شكل برجل، وده كان شعار الماسونية وكان واضح جدا. تاني حاجة قمة الهرم نورت، وده بقى أكبر شعار للماسونية، قمة الهرم بالعين وإنها مشعة، ده أكيد مش صدفة، ودي كانت إشارة لتفعيل طاقة الهرم وخروج الأشعة منه. وبعد كده ظهر كائن غريب إيده مربوطة، وبعد كده فكها أول ما اشتغلت المزيكا، وراسه كانت على شكل أشجار محروقة أو متدمرة، كأن الكيان ده هيتحرر بعد تدمير الأرض. سيبك بقى من ده كله وركز في التفصيلة دي. أنيما غير صورة البروفايل بتاعه لصورة عين واحدة، ودي تبقى عين الشيطان لوسيفر بعد طرده من الجنة في اللوحة الفرنسية المعروفة، وإسقاط تاني على إن المسيح الدجال بعين واحدة. وفي بعض الناس اللي بتقول إن الحفلة دي كانت عبارة عن احتفال بضحايا غزة لتقديمهم قربان للدجال، وإن الحفلة دي اتعملت بعد مؤتمر إنهاء الحرب. عاوزك تكتب لي رأيك في الكومنتات عشان الموضوع فعلا غريب ومرعب، وأكيد مش كل ده صدفة.